ومن رأى أيضا إمكانية جذب التمثال الجديد ليس للسائحين فحسب بل للمشاهير أيضا، فنشروا صورا مفبركة، وأركز على مفبركة، لميسي وكريستيانو رونالدو وأحمد السقا أمام الأسد. موجة السخرية دفعت الفنان عز الدين معارف للاعتذار، وأوضح أنه فنان مختص بالرسم والألوان الزيتية وأن النحت ليس من اختصاصه. بيني وبين البلدية تاعي بغاو يقدموا حاجة، أنا رسام، خدمت المدارس، خدمت لي كراش، درت معارض، هاي لوحات الفنية التشكيلية تاعي. رسام فنان، مانيش مختص في النحت، ولكن الدائرة تاعي منطقة نائية، حاولت أني نقدم حاجة من عندي. اخطأت حقيقة صح، ولكن كي تحط كاين اللي عجبو كاين اللي ما عجبوش، والخطأ ماشي من عندي أنا قدمت اللي عليا. هو مع الأول بعد في بداية الأمر كان يتقيم العمل بلي موش مليح ما يتحطش. كذلك الرسام معارف أشار إلى أن صنع التمثال بإمكانيات بسيطة أثر على جودة مظهره، فوفقا لما له بلغت تكلفة التمثال نحو 160,000 دينار جزائري، أي ما يعادل نحو $1200 فقط.